عمرك حسيت إنك مستني ومفيش فايدة؟ أو يمكن صبرك كان سبب نجاحك؟ الصبر نعمة ولا فخ؟ تعالوا نعرف مع بعض. أهلا بيكم في ليلة من ليالي المشربية، قعدة هادية وكلام من القلب. بس قبل ما نبدأ، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ. الصبر صفة جميلة، بس ساعات بيبقى صعب ونسأل نصبر ولا نتحرك. النهاردة هنعرف الصبر المفيد والصبر اللي ممكن يكون فخ، وإزاي نفرق بينهم. الصبر مش بس انتظار، الصبر هو إنك تتحمل وتتعلم من الظروف الصعبة، زي شخص اشتغل لسنين على حلمه وصبر وفي الآخر نجح، وزي مزارع بيزرع وبينتظر الحصاد. لو استسلم قبل ميعاد الحصاد ده عمره ما هيستمتع بالفايدة. الصبر بيعلمنا الانضباط، التحمل، التركيز على أهدافنا طويلة المدى. لو حالك صعب دلوقتي، افتكر إن الصبر ممكن يكون طريقك للنجاح لو استخدمته صح. ساعات الصبر ممكن يتحول لفخ، يعني بنستنى من غير هدف، أو بنسمح لحد يضرنا وإحنا ساكتين، زي حد مستني فرصة عمره وما خدش خطوة لتغيير حياته، أو علاقات أو شغل بيضرنا وإحنا مستمرين نصبر من غير سبب. الصبر الفخ من علاماته التعب النفسي المستمر من غير أي نتيجة، وفقدان الحماس والشغف، استمرارك في وضع سلبي من غير محاولة لتغييره. الصبر كويس، بس لازم نعرف إمتى نقف ونغير قبل ما يتحول لفخ. الصبر لازم يكون مع خطة واضحة وهدف محدد. حدد هدفك من الصبر، قيم تقدمك باستمرار. لو مفيش نتيجة غير خطتك أو طريقك. اعرف إمتى تقول كفاية قبل ما يتحول الصبر الفخ. الصبر زي أي حاجة في الحياة، ممكن يبقى نعمة لو استخدمته صح، وممكن يبقى فخ لو اتجاهلنا النتائج بتاعته. الصبر المفيد بيخلق لك فرص، بيعلمك ضبط النفس، وبيديك شعور بالإنجاز. الصبر الفخ بيضيع وقتك وطاقة حياتك. الصبر نعمة لما يكون مع وعي وخطة، وفخ لما يتحول لصبر سلبي. زي ما الناس بتقعد وتستنى الحاجة الصح، لازم نعرف نصبر امتى ونتحرك امتى. ودلوقتي لو قابلت موقف فيه صبر مفيد وموقف صبر كان فخ، شاركونا تجاربكم في التعليقات، واشوفكم في ليلة جاية من ليالي المشربية. وهنا في ليالي المشربية بنحكي عن حكايات شبهنا طالعة من القلب.